شرف ان احنا موجودين وبنتشارك كمكتب ثقافي وتعليمي كجزء ثقافي في هذا الموسم. موجود معانا مدارس المسار المصري والطلاب المشاركين في العروض، وده امر طيب جدا لان هم كان في تنافس شديد جدا ورغبه كبيره جدا من ابنائنا الطلاب ان هم يشاركوا في العروض بالثقافه المصريه بالحضاره المصريه. منهم من يرتدي الزي الفرعوني بالموسيقى الفرعونيه، منهم يرتدي الزي الصعيدي بالموسيقى والامور الفولكلوريه الجميله، منهم ايضا من يرتدي زي الصيادين. فكلها ملابس وثقافات والحضاره المصريه الحديثه والقديمه. الجزء الاخر ان احنا ايضا شاركنا في مع القنصليه العامه المصريه وبرعايه المكتب الثقافي التعليمي بجزء من الاهداءات من كتب الاطفال وبعض الكتيبات التعريفيه عن الانشطه السياحيه والاماكن السياحيه الموجوده في مصر، وده جزء ترويجي ومهم جدا. دايما بنقول ان الثقافه هي جسر قوي، هي قوه ناعمه، هي ليها دور كبير جدا في الحوار ما بين الثقافات المختلفه والجاليات والشعوب المختلفه. فنتشرف ان احنا النهارده كنا جزء من هذا الحدث الكبير، وكنا نمثل بلدنا الحبيب في ارض المملكه وفي الجسور التعاون الثقافي الموجود. الجديده الى العاصمه السعوديه الرياض، وزميلنا هاني نحاس الموجود في العاصمه السعوديه الرياض، وضمن في طبعا الاسبوع المهم جدا الذي تقيمه المملكه العربيه السعوديه في حديقه السويدي في العاصمه الرياض، مبادره انسجام عالمي نافذه حيه على ثقافه مصر من قلب العاصمه السعوديه الرياض، وتكريم للقنصل العام المصري السفير طارق المليجي القنصل العام في الرياض والجاليه المصريه. حفاوه كبيره جدا، اسبوع كامل، اسبوع بيشهد فعاليات مصريه حقيقيه، تفاعل كبير جدا من المصريين من الجاليه المصريه الكبيره الموجوده في العاصمه السعوديه الرياض، وطبعا الموروث المصري والتنوع والحضاره المصريه ما بين التاريخ والحاضر والمستقبل. فعاليات كبيره جدا لمده اسبوع كامل تقيمه. طبعا هي مبادره مهمه جدا لتعزيز التواصل مع الجاليات المقيمه، وفي مقدمتها الجاليه المصريه الكبيره جدا، تحتل ربما الترتيب الثالث او الرابع في الجاليات الموجوده في المملكه العربيه السعوديه. اطلقت وزاره الاعلام في المملكه العربيه السعوديه والهيئه العامه للترفيه تحت شعار انسجام عالمي تستمر حتى 30 نوفمبر الحالي، شملت العديد من العروض، الحفلات الغنائيه واستعراض للازياء التقليديه والاطعمه وما احلاها الاطعمه والمطبخ المصري. ما فيش احلى من المطبخ المصري والازياء المصريه والفلكلور الشعبي المصري، وطبعا مختلف اللهجات، لانه الاسبوع ده فيه العديد. طبعا مصر ليها اسبوع كامل، دول تانية ليها 3 ايام في 4 ايام، ولكن لدينا اسبوع كامل احتفال كبير جدا من اشقائنا في المملكه العربيه السعوديه، ولهم كل التحيه، سواء وزاره الاعلام سياده الوزير سلمان الدوسري او الهيئه العامه للترفيه سياده المستشار تركي آل الشيخ، لهم كل التحيه على هذه الحفاوه، على هذا الاسبوع الكبير جدا، وعلى الشعار الحفاوه الكبيره جدا. هذه المبادره الكبيره للعلاقه وتعزيز العلاقات مع المقيمين من مختلف الجنسيات. ولكن احنا كمان كقناه صدى البلد موجوده، وكبرنامجنا موجود ممثل بزميلنا هاني النحاس اللي موجود بقاله كام يوم، ولكن طبعا لان كنت في الظرف الصعب اليومين اللي فاتوا مش عارف يعني اذيع ولا فقره ولا يعني تقرير من التقارير اللي بعتهم، ولكن النهارده هناخد تقرير مطول هيجمع كل التقارير اللي بعتها هاني النحاس النهارده عن ما يجري في العاصمه السعوديه الرياض، وهنشوف اولادنا واهالينا وحبايبنا كلهم، سواء واخواتنا سواء من اشقائنا من المملكه العربيه السعوديه واشقائنا الموجودين في على ارض العاصمه السعوديه الرياض من الموجودين من الجاليه المصريه وابناء مصر الموجودين. حفاوه كبيره جدا هنتابع معاهم كمان شافوا ازاي. هتشوفوا كمان اطباق المطبخ المصري الشهيره، الكشري والملوخيه طبعا والمسقعه والفطير مشلتت. عايز اقول لكم تجربه جميله جدا جدا، الجميع سعيد بيها وفخورين بيها، وطبعا نجومنا وفنانينا موجودين في حفاوه كبيره كمان، كله موجود النهارده بيحتفي مع الاشقاء في المملكه العربيه السعوديه وفي انسجام هذه المبادره العظيمه التي اطلقتها وزاره الاعلام السعوديه مع الهيئه العامه للترفيه تحت شعار انسجام عالمي. نتابع هاني النحاس
ونتابع كمان ضيوف هاني نحاس وضيوفنا ونجومنا الموجودين كلهم بيشرفونا، وبشكرهم كلهم 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 كل التحيه ليهم. حفاوه، شايفين الحفلات والاحتفالات روعه، احتفالات رائعه في العاصمه السعوديه الرياض، وموسم الرياض الموسم الرائع. لكم كل التحيه يا كل النجوم والفنانين. نتابع هذا التقرير ثم فاصل واعود لحضراتكم. من العاصمة السعودية الرياض انطلاق مبادرة انسجام عالمية، تلك المبادرة التي تنظمها وزارة الإعلام السعودية بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه لتعزيز التواصل مع المقيمين. واليوم وصلنا إلى الأسبوع المصري، مصر الغنية بثقافتها وفنونها وأبنائها المقيمين بالمملكة العربية السعودية. تتمتع الثقافة المصرية بثراء تاريخي وجغرافي واسع، حيث تتنوع تقاليدها من أعماق صعيد مصر إلى دلتا النيل وسواحل الإسكندرية وسيناء، مما انعكس على كل أوجه الحياة الثقافية المصرية، بدءا من الموسيقى والأزياء وصولا إلى الفنون الشعبية والتراثية. ومع انطلاق أيام مصر في حديقة السويدي بالعاصمة السعودية الرياض ضمن مبادرة تعزيز التواصل مع المقيمين التي أطلقتها وزارة الإعلام السعودية بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه تحت شعار انسجام عالمي، تحظى الثقافة المصرية بتكريم خاص في إطار رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى مد جسور التواصل الثقافي بين مختلف الجنسيات المقيمة في المملكة، محتفية بالتنوع والاندماج المجتمعي. الجاليه المصريه يمكن احنا مش الجاليه الاكبر في المملكه، احنا يمكن في المستوى الرابع، بس برضو لو استخدمنا الشعار بتاع المبادره او الفعاليه المعموله اللي هو الانسجام العالمي، اقدر اقول بكل ثقه ان دي من يعني الجاليه الاكثر انسجاما وتفاعلا وتاثيرا في المجتمع السعودي. ودي يعني من كلام بشهاده اللي انا بسمعها كل يوم في لقاءاتي الرسميه وغير الرسميه من الاخوه السعوديين. الحمد لله احنا تفاعلنا في المجتمع السعودي والتواصل الشعبي والموده والحب اللي بين البلدين كبير وبيكبر كل يوم بصورة أكبر. مصر هي المكان المفضل لمعظم الإخوة السعوديين في زياراتهم الخارجية. معالي رئيس الوزراء كان لسه هنا واتكلم وقال إن مصر هي الجهة المفضلة لكل الشعب، يعني المملكة هي الجهة المفضلة لكل الشعب المصري اللي هو يحب يزورها. وكل ده احنا بنبني عليه، وكل ده بنحاول اللي احنا بنأكد عليه الرسائل اللي بتعملها الفعالية النهاردة. فإن شاء الله كلها رسائل إيجابية ورسائل محمودة، وهو ده اللي احنا فعلا بنحاول نبرزه خلال الفترة الجاية عن التعاون والعلاقات الشعبية ما بين البلدين بدرجة كبيرة طبعا. وفي هذا السياق بس لو تسمح أنا أشكر وزارة الإعلام السعودية وموسم الرياض وكل الجهات اللي ساهمت في نجاح الفعالية، وكافة التسهيلات اللي قدمت لأبناء الجالية للاستمتاع بأيام الفعالية السبعة. وإن شاء الله كل حد هيجي هيجد ما يثير إعجابه واهتمامه في الفعالية بإذن الله. لأحلى 7 أيام في حديقة السويدي حتبدأ مع الثقافة المصرية والحضارة المصرية والفلكلور المصري والأكل المصري والألوان المصرية والطرب المصري. احنا في اشتياق، احنا في شوق من أذانينا تسمع الميوزك العربي اللي تربينا عليه والثقافة المصرية. وندعو كل المقيمين والسعوديين والمقيمين في مدينة الرياض لحضور هذه الثقافة الجميلة اللي اليوم حتبدأ فعالياتها. حنبداها ألوان كثيرة وفقرات جد كثيرة، وللكبير وللصغير وللطفل وللعائلة وللمقيم وللسنجل لكل أحد. فتعالوا شاركونا والله يحييكم. هذا شيء جميل اللي قاعد يصير في مدينة الرياض في موسم الرياض في حديقة السويدي. من المبادرات الرائدة ومجهود غير طبيعي، وبتحس انك انت عايش كل الاجواء المصرية على ارض المملكة. وبشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان وهيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ على الجهود المبذولة على مدار الموسم الثالث او الرابع على ما اذكر بفعاليات ممتدة. مشاركة النهاردة وزارة الإعلام والسفارة المصرية يعني بصراحة تتويج للعلاقة المصرية السعودية. وبنشكر كل القائمين على هذه الفعاليات وعلى هذه الجهود اللي بتحسسك فعلا انك انت في قلب الوطن وفي بلد تاني المملكة العربية السعودية.
والله يمكن من احسن الايام اللي كانت موجوده. انا حضرت هنا يوم السودان، جيت يوم، وجيت يوم اليمني، وجيت يوم الهندي. لا بصراحه اليوم الحمد لله كويس. لسه ما شفناش المسرح، بس العروض الفلكلور الشعبي كان كويس ما شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله باذن الله اللي جاي ان شاء الله. الاجواء جميله جدا، واحنا ما حضرناش الاسبوع المصري بس، كمان احنا حضرنا الاسابيع اللي كانت قبل كده للبلاد الثانيه، وبصراحه لا حاجه تحفه جدا يعني. انا هقول لحضرتك بصراحه، انا جيت من 13 سنه كان زين ابن بنتي بيتولد، ما كانتش السعوديه كده. انا لما جيت الايام دي بقى اتفاجئت، بقى لي شهرين اهو يعني اتفاجئت بكل حاجه في السعوديه. يعني انا من زمان ما خطرش ببالي ان السعوديه تبقى احسن الدول كده. تركي آل الشيخ عامل مجهود جبار ما شاء الله. يعني انا شايفه ان فكر الشباب المحترم اللي بيحب بلده وعايزها تتقدم وتتفتح. مبسوط بالفعاليات الجديده اللي موجوده دي، والحاجات الجديده الجميله، والفلكلور المصري الجميل. الحاجات دي احنا ما كناش بنلاقيها الاول، دلوقتي بنلاقيها. احنا بنشكر جدا المستشار تركي آل الشيخ على الحاجات الجميله دي كلها، ان هو محسسها ان احنا موجودين في مصر. يعني احنا على ارض سعوديه، نعتبر في مصر. بسم الله ما شاء الله، احنا قاعدين كنا قاعدين في بلدنا بالظبط. بسم الله ما شاء الله، الناس منظمه تنظيم كويس هنا في حديقه السويدي. التنظيم ممتاز، كل شيء هنا كويس الحمد لله. انا بقالي حوالي 18 سنه. لا بصراحه في السعوديه هنا يعني الناس كلها بتتعامل زي بعض. احنا هنا عايشين كأننا في مصر بالظبط. بصراحه احنا كلنا هنا اخوات، وكل حاجه كويسه جدا هنا. والله انسجمنا على طول، والله سبحان الله مع الاصدقاء برضه. الشعب السعودي شعب لطيف وجميل جدا معانا، والحمد لله كل الناس خير وبركه يعني معانا، وكله تمام يعني ما شاء الله. فيما كانت القنصلية المصرية بالرياض حاضرة بصورة مشرفة بفاعليات أيام مصر، وشهدت الحفلات الموسيقية مشاركة فنانون مصريون وحضورا لآلاف المصريين والعرب والأجانب، وجذبت العروض الثقافية المصرية والتراثية متابعة آلاف الزوار، بما يعكس قيم التفاهم والاحترام المتبادل بين مختلف الثقافات وانسجام عالمي بين كل هؤلاء. أنا جيت لقيت مصر كلها هنا. الثقافة المصرية بأكلها بلبسها بالأغاني، حتى الناس ماشية مبسوطة بتتعرف على الثقافة بتاعتنا. في مصريين، في جنسيات كتير موجودة، مبسوطة جدا بالفعاليات. هو أسبوع للحضارة المصرية يمثل جسور الثقافة وجسور التعاون الثقافي والتبادل الثقافي والحضاري. احنا شفنا النهارده في مشاركه جميله جدا من طلاب المدارس المسار المصري الموجوده في المملكه، شاركوا في العروض الفنيه، شاركوا في العروض الثقافيه. كان واجهه مشرفه بالزي الفرعوني، بالموسيقى الفرعونيه، بالزي الصعيدي، بالزي التقليدي المصري، ببعض الاغاني التراثيه. هو نسيج من الثقافات والحضارات، الحضاره المصريه المختلفه عبر العصور. مصر الحمد لله السفاره المصريه كان لها نصيب الاسد لمده اسبوع كامل، بدأ أمس وينتهي يوم السبت إن شاء الله. بنشاركوا بكل أنواع الفعاليات، في مطاعم زي ما أنت شايف، مطاعم مصرية، وفي فنون شعبية، وفي فنانين جاية من مصر بتشارك، وفي يعني أكثر من فعالية موجودة مصر السفارة بتشارك فيها في المهرجان ده. مبسوط ومنبهر بالفكرة، لأن هي فكرة مختلفة وفكرة جديدة، إن هي يبقى في مزج ما بين الثقافات والموسيقى عامة على مستوى العالم، وإن هي تحصل على أرض المملكة بالشكل المحترم ده وبالتنظيم ده وبالحضور الكبير ده وبالتغطية الإعلامية كويسة جدا فوق الممتازة. دي فكرة رائعة وجديدة.
اهتمام منهم واحساس ان هم مش غرب، يعني هم حابين يشوفوا الفعاليات المصريه من قلبهم. شاركت من شويه، رحت عند المسرح حضرت، يمكن نسبه ما هياش بسيطه، يمكن 40% من الناس ما كانوش مصريين، يعني بالنظر في اللي موجودين ما كانوش مصريين، وكانوا مستمتعين جدا 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 ومن قلبهم. حرصت السفاره المصريه والممثله في القنصليه المصريه مشاركه الحدث الثقافي الجميل لتعزيز وترسال رسائل توعويه ثقافيه جميله للمجتمع السعودي ولابناء الجاليه المصريه عشان يعرفوا حضاراتنا، ثقافتنا، فنوننا، رياضياتنا، تاريخنا العريق الجميل. وانا حريص دايما ما شاء الله مع القنصليه المصريه والسفاره والمكتب الثقافي المصري بالمملكه على تفعيل دوري كرسام كاريكاتير لتوصيل رسائل توعويه، بما ان الكاريكاتير ثقافه لكل الشعوب اصلا ولغه عالميه بيعشقها الكبير والصغير. بسم الله ما شاء الله. امبارح المنطقه ملهاش حل، والعملاء من جنسيات مختلفه، والحمد لله بسبب الامن والاطمئنان في البلد دي كله متوائم، شعوب مع بعضيها، السوداني والمصري واليمني والسعودي والهندي، الكل مبسوط. العرايس المصريه بتحتل قلوب العالم العربي كله بشكل عام، وده يمكن نتيجه الايقونه الرئيسيه، ايقونه مسرح قرى العرايس وبرية الليله الكبيره. شويه حبب العروسه في عين معظم الشعوب العربيه. يعني ممكن تكون انت مثلا مصري في مصر وتبي تروح الرياض السعوديه، يعني فرصه انك يعني تروح تشوف بلدك والناس يعني مجتمعك، وتروح تشوف الناس اللي زيك. يعني مثلا انت ممكن تروح مكان الرياض ما تلاقي مصريين تتكلم معاهم يعني كذا، بس خلاص يعني كله مصريين. انا عن نفسي بحب السعوديه، حلوه قوي، عجبتني قوي لدرجاتي، الاغاني حقتها حلوه قوي. والله احتفالات جميله، والسعوديه بلدنا يعني اخواتنا، كلنا اخواتنا يعني بنحترم السعوديه، اخواتنا يعني على راسنا والله، يعني احنا مش حاسين بغربه هنا. واستمتع زوار حديقة السويدي في أيام مصر برؤية عروض حية تعكس جوانب متنوعة من التراث المصري، وتهدف فعاليات أيام مصر إلى تعريف الزوار السعوديين والمقيمين على حد سواء بعراقة الثقافة المصرية وتنوعها، ليكون هذا الحدث بوابة لتعزيز التفاهم والتقارب بين الثقافات. وتأتي المبادرة ضمن الجهود المستمرة لمد جسور التواصل بين مختلف الثقافات في مجتمع يحترم التعددية ويقدر قيمة التعايش المتناغم. زحمة وكراون حبايب، زحمة والعش رحمة.